مرحبا بنات، طلبت مني تفصيل وخياطة العباء بفيديو جديد وبصوت وتصوير واضح. وإن شاء الله بهذا الفيديو راح نوضح قياسات وطريقة تفصيل وخياطة العباية. حبايبي، مثل ما تعرفون العباية هي 7 مترات و20 سنتيم أغلب النساء، أما إذا كانت مثلا المرأة ضخمة ممكن تخليها 7 مترات ونص. طبعا هاي قطعة الرأس 7 مترات و20 سنتيم تقريبا، أكثر النساء توالمها، بس اللي هي ضخمة لا، يكون قياسها 7 مترات ونص. هسه احنا قصينا العباء بالنص، هاي الفجة اللي هي فوق، الفجة جوا ضميناها، نشتغل الفجة الفوق. طبعا اليوم احنا قاعدين بالضوء بالحديقة على مود شوية ضوء أقوى يكون واضح، لا تعرفون العباء سودة وما التصوير التعب، إلا ضوء قوي الله تبين. هنا عندنا طبعا نطبق الحافة مال العباء منا ومنا على مود، نطلع الوسط اللي هي قطعة الراس. شوف هنا طبقناها بالنص، لازم تتأكدين من الوسط مالتها ضروري، لأن أي خطأ بيها راح العباء بعد ما تتصلح. هنا طلعنا الوسط مال قطعة الراس، شوف أشرناه بالطباشير. هاي طبعا هنا هذا ظهر العباء وهذا الوجه. هسه هنا نخيط قطعة الصدر. قطعة الصدر طبعا هي عرضها يكون تقريبا 3 أصابع وطولها 3 أشبار. خيطها على الجهة، مثلا خلينا نقول هاي الجهة اليمنى، هي قطعتين طبعا. القطعة الأولى نخيطها بخيط أبيض حتى تكون عندكم واضحة. خيطها للنهاية. هاي طبعا الخياطة من الداخل، داخل القماش. خلصناها على مود أسرع للفيديو. نرجع نطبقها من برا، وأيضا نخيطها بخيط أبيض. شوفوا هذا الداخل أحسن اللي جوا، هنا نخيطها بخيط أبيض من الخارج. تكويك. طبعا نخيطها للنهاية أكيد. للنهاية هنا خيطناها للنهاية، صار الخياط كله والشغل من الداخل، طبعا من داخل العباية. هاي طبعا الجهة الثانية كذلك هم نخيطها مع قطعة الصدر الثانية أيضا من الداخل، أيضا نخيطها نفس الحالة. نشوف بنات هنا صارت جهتين خيطنا لها قطعة الصدر. طبعا أنا أحبها قطعة الصدر شوي تكون رفيعة حسب طلب الزبونة، تشوف شنو تحب. شوف هنا بنطبقها راح يطلع قياسها تقريبا أصبعين. هسه نخيط بدايتها قطعة الصدر على مود بنطبقها قطعة الراس
خيطنا البداية من الجهتين. هسه هنا هذا الظهر، ظهر العباء اللي هو هنعتبره من الداخل، ظهر العباء. أما هاي جهة هي وجهها من وراء الوجه، يصير الشغل كله راح يصير، شوفي خليها بجهة الوجه، بس الخياط راح يصير على الظهر، يعني الخياط من الداخل ما يبين. هنا طبعا أنا أشرت قياس الصدر، طلعنا النص مالته، نص العباء، بنحسب من كل جهة 13 سنتيم، يطلع عندنا قطعة الراس 26 سنتيم صافي. شوفوا بنات، أشرت بالطباشير منه هاي عندنا صافي 26 سنتيم قطعة الراس، اللي هي شبر و4 أصابع تقريبا، هي هاي ثابتة شبر و4 أصابع. هنا هسه شوفوا نقلبها، هذا طبعا الوجه، وجه العباء هذا اللي هو يعني وجهه مثل بسيك واللي برا ما بي شغل، مو مثل الظهر. شوفوا هذا وجهها، حتى ما تتيهين الخياط وين. هذا الوجه الخارجي اللي هو اللبسة من برا، يعني يصير صافي ما بي شغل، لازم الشغل كله راح يكون على الظهر، على ظهر العباء. شوفي هسه نجيب قطعة الراس. طبعا قطعة الراس احنا قلنا الصافي 26 سنتيم، بس احنا نريدها أكبر من 26 سنتيم، حتى من نخيط على ويا قطعة الصدر يكون القياس منها تقريبا أصبعين تزوديلها، على مود تجي ويا قطعة الراس تكون أحلى. شوفوا قطعة الراس نطبقها وياها، شوفي حد واحد تكون نفس الهاي، ما تكون لا أكثر ولا أقل، لأن من تقلبيها على وجه على ظهر العباء تلقين الخياطة مرتب وحلو، ما بي يعني تعرفين ما تصير هوسة وهاي من الداخل. هسه هاي طبقناها هنا قطعة الراس ويا العباية خيطناها. شوف حبيبتي، هاي اللي قلنا هذا الصافي كله 26 سنتيم شبر و4 أصابع. هسه وصلنا قطعة الصدر الثانية. طبعا هنا نرجع هم، شوف احنا من نطبقها قطعة الراس الشغل كله حيكون للداخل. قصينا الزايد، خلي تقريبا أصبعين زايد على مود. هنا نطبقها ويا قطعة الصدر، شوفي حد وحد حلو، حد وحد قطعة الراس. صار عندنا الشغل كله من الداخل. هسه هذا الكتف كله نخلصه، خلصنا خياط. شوفي هسه هذا الوجه العباء، وجه العباء ما بيه خياط بس الشيرازة. هاي الكتف الثاني هم لازم نخيطه، خيطه من الداخل للنهاية. شوف حبيبتي هسه هاي قطعة الراس لازم نخيطها داير مدايرها. شوفي هسه نخيط الكتف من برا خيط أبيض على مود من الشيرازة يطلع عندنا عدل وما يشلع قلبك، شيرازة عدلة تطلع. هذا طبعا كله لأنه انت مبتدئة وتتخيطين استوت شوية صعوبات، بعدين إن شاء الله إذا صرت قديمة بالخياط ما يحتاج هاي كل تكويك، أكثر ما تحتاجي.
هسه حبيبتي الكتف كوكناه من برا، هاي ناكل هاي تصير الشيرز. هسه نجي للخيط. الخيط هاي طبعا البكرة هاي الأصلية، هاي رقم 2. رقم 2 بالخياط حلوة تطلع. هاي الشيرازة طبعا، وهاي الأبرة، شوف الأبرة ناعمة. هسه احنا عندنا قطعة الراس طبعا، خليت لها دنابيس أبو راس، حددت القياس اللي أريده. طبعا الزبونة تحب إنه قطعة الراس شوية عريضة، ما حبتها صغيرة. شوف انتي شنو طلب الزبونة تقدرين تمشين عليه. بس أنا حددته هنا بالدنابيس وراح أخيطها. شوف حبيبتي هنا خياط ناعم متقارب، شي قريب على شي، خياط يكون ناعم بحيث تطلع الخياط من برا حلو مرتب. تخلي الأبرة بالقماش مال العباءة وتطلعيها من قطعة الراس، تفترين عليها كلها القطعة المربعة طبعا نفس الحالة. شوفي شوية الخيط من طبيعته يتعقد يعني لأنه ريسم. نفتر عليها كلها نفس الحالة. نوصل للنهاية طبعا تأكدين عليها هواية خيطين، نومين عليها الخيط حتى ما تنفتح، لأنها طبيعة الخيط ينفتح، تأكدين عليها. هسه شوفي قطعة الراس خلصت برا، شي حلو. وكلش أكثر الزبونات يحبنها رفيعة، بس احنا اليوم عندي الزبونة هاي طلبتها شوية عريضة. هسه هنا عندنا قطعة الصدر نفس الحالة أيضا، نحدد القياس اللي نريده دنابيس ونخليها تكون من الخياط عدل يطلع عدش. نسحب طبعا قطعة أو خيط التكويك نسحبه. هسه نخيط نفس طريقة قطعة الراس أيضا، شي قريب على شي وناعم أيضا. شوفي نهاية قطعة الصدر. هسه انتهت قطعة، شوفي تقريبا خلصت قطعة الصدر. شوفي شلون الخياط طلع من الداخل، خياط حلو، قياس واحد قطعة الراس مع قطعة الصدر، شي حلو مرتب حتى من الداخل متقلبيها مرتبة. هسه هنا نجي للشيرازة. الشيرازة طبعا هي الخيط طبقة واحدة مو طبقتين، يصير طبقتين بالشيرازة. شوف حبيبتي تخليل الأبرة شي يمشي قريب. طبعا احنا قاعدين بالحديقة اليوم والدود والذبان كلش زعجنا. فهنا شوفي غرزة غير مغرزة يعني قريبة شي على شي. شوفي يكون الخياط الأبرة ناعمة طبعا، تكون مو أبرة خشنة، يطلع الخياط ناعم عدة الشيرازة حلوة ناعمة وناسكة. هاي هي الشيرازة، تفترين على الكتف أو الصدر. إذا مثلا يحبوه شد ورد تخلين شد ورد، أو مثلا ما يحبوها هيجي سادة تخليها نفس الحالة، درازة ناعمة. شوفي هذه هي
شي عن شي متقارب كلش. اكو بعض الخياطات يسوونها درازة، يعني خياط متباعد بين غرزة وغرزة، اشكال بعد هي. شوف حبيبتي، هسه هنا عندنا الخيط انتهى. لا تعقدي ولا ابد، بس تدخليه من هناك، شوفي تطلعيه، وبعدين تراح الشير زين عليه بعد ما ينفتح ابد. هسه نجي هنا لحفرة الردن. حفرة الردن طبعا تقصين بالمقص، تحسبين 13 سنتيم قياس الردن، يعني بصورة عامة 13 سنتيم كافي. هنا هسه طبقين طبقة، طبقتين طبعا، طبقتين، وتخيطيها نفس الحالة. شوفي نفس الحالة درازة. طبعا هذا الخيط الأبيض كله تسحبيه بعدين توخريه إذا تقدرين. شوفي حبيبتي، طلعين الأبرة هماتينه، خياط ناعم من برا يكون يظهر كلش ناعم حتى تصير حلوة مرتبة. هاي حفرة الردن طبعا. شوفي تفترين هاي الخياط طبعا من الداخل زي ما تشوفين، كله من الداخل. تفترين داير مداير الردن نفس الحالة، قياس واحد. بالبداية ترجعين دور من توصلين للنهاية مال الردن بالحفرة، تقللين طبعا، تقللين الطبقة، ما تظل طبقتها عريضة. شوفي هسه نبتي نقلل أقل، تصغرين الطبقة، ما يصير تخليها قياس واحد طبقة الحفرة، قلليها. النهاية، نهاية الردن نفس الحالة، ترجعين. نعم شوية سرعنا الفيديو على مود الوقت، لأن يكون الوقت طويل والفيديو يكون ممل. شوفي سرعنا نفس الحالة كلها حبيبتي، تفترين داير مدايرها لحد ما توصلين نهاية الردن، حفرة الردن. دائما هذا الخيط النوع اللي ينفتح مرور الزمن او الخزل ولا انتي حاولي تأكدين عليه، يعني مو كم طبقة طبقي بالنهاية، يعني نومين على الخيط حتى ما ينفتح. ساعدنا خلصت الحفرة. هنا هسه نبديها بنسويها درازة. شوف حبيبتي تدرزيها ناعم، يعني هيك متباعد، مو كلش، واحدة عن واحدة شوية. شوفي هاي تفترين داير مداير الردن كلها هيجي نفس الحالة. شوف حبيبتي هسه وصلنا للمنتصف مال الردن. طبعا هاي المنتصف اللي جوا هو، شوفي هاي لازم تأكدين عليه هواي، درزيه على مود لا ينفتق او ينشق القماش، يعني تعرفين. هاي هنا هواية مشين عليه الخيط. هسه هنا خلصنا درازة حفرة الردن نفس الحالة، هم شوية الخيط تأكدين عليه، قفلي زين حتى لا ينفتح، تأكدين عليه هواية. بس يا حبايبي وصلنا لنهاية الفيديو، إن شاء الله توفقنا نوصلكم المعلومة السهلة والبسيطة. ولا تنسونا باشتراك وتعليق حلو ولايك من يديكم الحلوة. إن شاء الله إذا شفت تفاعل حلو راح أنزل لكم طريقة الخبنة، طريقة شد الورد. مع ألف سلامة حبايبي.